كان في مرة شاب شاف بنت جميلة جدًا، جدًا، فحبها وقرر إنه يتقدم لها ويتجوزها. مجرد ما روّح البيت وقال لباباه: "يا بابا أنا باحب واحدة ومش قادر أعيش من غيرها وعايزك تيجي معايا عشان نتقدم لها." الأب فرح جدًا ورحب بالفكرة. مجرد ما الأب راح معاه علشان يتقدم للبنت، البنت عجبته جدًا، جدًا، ووقع فيها هو كمان من أول نظرة. فقال لابنه: "البنت دي ما تستاهلكش." قال له: "إزاي بس يا بابا، أنا باحبها ومش شايف غيرها ومش عايز أتجوز واحدة غيرها." قال له: "لأ، البنت دي ما تستاهلكش، البنت دي تستاهل واحد أحسن منك يقدّرها." قال له: "اللي هو مين؟" قال له: "اللي هو أنا، اللي هو أنا حبيتها أنا كمان وعايز أتجوزها." "إزاي يا بابا إذا كان أنا جايبك معايا علشان تتقدّم لها علشان أنا اللي أتجوزها." المهم في الآخر قالوا: "إحنا نروح القسم واللي ليه حق ياخده في القسم." نبتدي كده بس الأول هنكمّل قصتنا بعد ما نصلّي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين إيه يا بنات، إيه الأخبار؟ روتين النهارده كُلّه نشاط وكُلّه طاقة إيجابية، هنعمل مع بعض حاجات النهارده كتير في نفس الوقت، يعني أنا واقفة في المطبخ هاعمل كذا حاجة مع بعضها، مش شرط بقى مثلًا إن أنا أقوم أعمل حاجة وآجي أقعد بقى، لأ، أنا باعمل كذا حاجة على البوتاجاز في نفس الوقت، يعني مثلًا بتغسلي مواعين، بتعملي ده اللي أنتم شايفينه ده ترمس، ده ترمس حلو. أنا ما جبتش ترمس في العيد لإن ما عيّتش في الشقة يعني، تمام. جبت الترمس ونقيته كويس من أي زلط أو حاجات وحشة فيه، وكمان نقعته في مَيّة حوالي 12 ساعة، وكل ساعتين كنت باغيّر عليه المَيّة، أهم حاجة تغيّري المَيّة كل شوية. بعد كده يا بنات المهم إن أنتِ المفروض يعني تحطيه في طبق أكبر من كده، وتزوّدي المَيّة عليه زيادة لحد يعني آخر الطبق. بُصّوا الطبق كان صغير شوية عليه، فالترمس فتح كده معايا، شايفين شكله عامل إزاي. غسلته طبعًا وشطفته كذا مرّة، وبعد كده غليت مَيّة أهو، ده بعد 12 ساعة يا بنات، تمام. غليت مَيّة وهابتدي أنزل بالترمس وهاسيب الترمس حوالي ساعة على النار. اضبطي التليفون بتاعِك أو المنبه على ساعة بالضبط. طبعًا الترمس ده سريع ومش هياخد منِّك وقت، وتاني يوم على طول هتاكلي منه، إلا لأ مثلًا لو حبيتِ تدوقيه تاكليه منه على طول، تمام. هنعمل كمان الترمس بقى على النار أهو خلاص. نبتدي بقى إيه، نعمل حاجة حلوة كده من بداية اليوم علشان يبقى طعمها حلو. الحلويات يا بنات لمّا بتيجي تعمليها، لمّا بتسيبيها شوية طعمها بيبقى أحلى، يعني غير لمّا تعمليها وتاكليها على طول بتبقى مسكّرة أوي، لأ. إنما أنتِ لمّا تسيبيها كده مع نفسها بيبقى طعمها حلو أوي. هنعمل إيه، هنعمل بسبوسة. أنا حطيت 3/4 كوباية سكر و3/4 كوباية سمنة، وكمان حطيت نُص كوباية من الحليب وقلّبتهم كده في بعض وسِبتهم على البوتاجاز. أنا مش عايزاهم يدفوا، مش عايزاهم يغلوا، لأ، أنا عايزاهم السكر بس، مجرد ما السكر على نار هادية، مجرد ما السكر يختفي من الحلة يعني، تمام. مش عايزة تكتلات سكر، عايزاها زي دمع العين كده، تمام. وما تكونش سخنة وما تكونش دافية. معايا كوبايتين من دقيق السميد، وكمان معايا رشة بسيطة جدا من البيكنج باودر، أقل من ربع معلقة. هقلبهم كده وانزل بالخليط ومش هقلب كتير، تمام يا بنات. عايزة اقول لكم بقى اهو، بصوا اقلبه كده كويس وهانزل واحدة واحدة كده اهو. لازم السكر يكون دايب تماما اهو زي ما انتم شايفين. لازم انزل كل الكمية اللي في الحلة او في الكسرولة بتاعتي، علشان دي يا بنات مقدار معين ما ينفعش اسيبه او اسيب منه فتفوتة. اي خلل، اي حاجة ناقصة فيه هتبوظ لي الوصفة كلها. هبتدي كده اقلب زي ما انتم شايفين كده. انا مسرعة المقطع بس مش بقلب بسرعة، انا مسرعاه بس عشان تشوفوه. بصوا القوام بتاعه عمل ازاي، تحفة. شايفين اهو، لا منه عجينة ولا منه خفيف زي الكيك. في صينية مدهونة سمنة كويس، وطبعا مشغلة الفرن على درجة حرارة 200. هحطها على الصاجة تحت عادي مفيش مشاكل. مجرد ما تاخد لون من الجوانب هبتدي اديها وش على الشواية. بس خلي بالك البسبوسة بتتلسع بسرعة جدا من فوق، تمام اهو. طبعا البسبوسة شربتها بيكون خفيف وسخن، لازم البسبوسة يكون شربتها خفيف. اهم حاجة بس برضو في الصينية تسويها كويس، يا اما تبلي ايدك بشوية مية وتسويها من على الوش، يا اما ترزعيها كده على الرخامة رزعتين 3، هي هتتساوى
لوحدها، هحطها في الفرن وابتدي اعمل في الشربات. عايزه اقول لكم بقى ان انا بعمل شربات اللهم صل على سيدنا محمد. شربات البسبوسه خفيف، اللي هو كوبايه سكر وكوبايتين من الميه ونص ليمونه. المره دي جات لي مكالمه او حد كان بينادي او مش عارفه كنت مشغوله ايه، فعملته كوبايه ونص سكر وكوبايه ونص ميه. انا مش عارفه، انا عارفين ان انا خدت بالي امتى؟ بعد ما سقيت البسبوسه. إيه ده؟ الشربات ايه الشربات ده؟ ايه ده؟ عارفين ان هو ايه؟ انا سقيتها خلاص، اي اللي هو ايه، انا عملتها وسقيتها. يعني انا قدام الامر الواقع، قلت بقى ايه، حلوه وحشه مش مشكله. عايزه يعني مش عايزه اصدمكم واقول لكم انها طلعت احلى. يعني ما بعملها بكوبايتين ميه كوبايه سكر، قسما بالله خطيره بجد بجد بجد. كل شويه زي ما انتم شايفين كده ايه، انا عصرت الليمونه على الشربات بتاعي، مجرد ما اعصر عليه الليمونه ويغلي غلوه بطفي عليه. بصوا هو خفيف برضه اهو. تمام اهو. عايزاكي تكبي الشربات كله. بصوا مجرد ما قلبت كده عليه، اللي هو ايه ده؟ ايه ده؟ اللي حصل اهو. هبتدي بقى ايه، اسيبها. هي هتحسوا ان الشربات كتير، لا هو ده مقدار الشربات بتاعها. هبتدي اغطيها كده واركنها وانساها. اجي بقى في اخر اليوم اقطعها خرط واعملها. خلاص الترمس بتاعي ابتدى ايه، خلاص عدت عليه الساعة. هسيبه كده ايه، اطلعه من المية السخنة واسيبه يتصفى. نكمل بقى القصة بتاعتنا. عايزة اوريلكم بقى ايه الشربات بتاعنا اتشرب. القطايف قالوا الكنافة. البسبوسة بتاعتنا اتشربت. الشربات بتاعنا. شايفين يا بنات الترمس؟ حطيت عليه ملح بقى وكمون وشطة بقى وليمون بصوا ظبطته. مش حابة تضيفي شطة او كده براحتك. المهم نكمل القصة بتاعتنا. انا عارفة ان احنا ايه زودنا قوي. تمام. وطبعا حضراتكم شايفين لو في اي حاجة ممكن تسألوا عليها. المهم الضابط مجرد البنت ما دخلت القسم علشان تختار ما بين الأب والابن، كل اللي في القسم شافوها اتجننوا عليها وفضلوا واقفين في المكتب بتاع الضابط علشان يشوفوا البنت دي. فالضابط مجرد ما شاف البنت فبيقول لها انت تختاري الأب ولا الابن؟ فالبنت ايه، فضلت واقفة ساكتة مكسوفة وباصة في الأرض. فالضابط مجرد برضو ما بص في وشها اعجب بيها وحبها واتهبل عليها. فقال لهم لا لا، انت ولا ابنك، انا اللي هاخدها. دي واحده تستاهل واحد في منصب كبير وفي شأن، ويعني وشأن عالي يعني. فطبعا البنت طلعت قالت لهم انا هقول لكم على حاجه، انا هقول لكم على فكره. انا هطلع اجري من الاسم دلوقتي، واللي هيلحقني ويمسكني هو يعني ايه، هو اللي يستاهلني، هو اللي يعني هتجوزه. المهم البنت طلعت تجري من الاسم، وكل الناس طلعت تجري وراها. الضابط والولد والأطفال الصغيرين يعني برضو فضلوا يجروا وراها. يعني شايفين ناس بتجري فبيجروا. تمام. الضابط والوزير والرئيس والغفير، أي كل طبقات المجتمع. كل ما الناس تشوف البنت دي تطلع تجري، يطلعوا يجروا وراها لحد ما في الآخر الناس دي كلها وقعوا من كتر ما بيجروا ومش شايفين قدامهم غير البنت، ان هم هدف ان هم عايزين يمسكوها ويفوزوا بيها. البنت وقعت، قصدي الناس وقعت في حفرة كبيرة جدا ومش عارفين يطلعوا وخلاص مش قادرين يتكلموا وكلهم متربطين. المهم البنت بصت عليهم من فوق الحفرة وقالت لهم عارفين الحفرة اللي انتوا وقعتوا فيها دي ايه؟ الحفرة اللي انتوا وقعتوا فيها دي هي القبر. وعارفين انا مين؟ انا الدنيا اللي من كبركم لصغيركم بتجروا ورايا، وعمركم ما هتلحقوني، وعمركم ما هتقدروا توصلوا لي. محدش بيوصل للدنيا، محدش بيوصل لكل حاجة في دنيته وفي الاخر ما بتفقوش غير في القبر. كلنا بنجري في الدنيا دي علشان آه نلحق حاجة. في اللي بيدور على فلوس، وفي اللي بيدور على ولد، وفي اللي بيدور على شأن وحاجة عالية. كلنا بندور، كلنا عايشين في الدنيا دي بندور. بس محدش فكر ان احنا يعني بنجري في الدنيا دي، بنجري ورا الدنيا مش بنسعى في الدنيا. احنا بنسعى علشان ناكل ونشرب ونعيش والدنيا تمشي وكده. لا، في ناس عايشة عشان الدنيا.
انا عايش علشان بجري ورا الدنيا، انا بجري ورا الدنيا. لا، البنت بصت لهم من فوق قالت لهم انا الدنيا اللي غراكم كلكم من كبيركم لصغيركم وبتجروا ورايا، وعمر ما حد فيكم هيلحقني، وعمر ما حد فيكم هياخد كل حاجة في الدنيا دي. عمركم كده وانتم معديين من جنب المقابر، ربنا يحسن ختامنا جميعا يا رب، وقبضنا على طاعة، عمركم ما فكرتوا ان الناس اللي جوه دي عمرها ما هتطلع غير يوم القيامة، ان فرصتها خلصت؟ انت دلوقتي عايش، فتقدر ان انت يعني تقدري ان انت تمسكي المصحف وتقرأي، تقدري ان انت تقفي ما بين ايادي الله وتصلي، تقدري ان انت تطلعي صدقة. تمام. ربنا بيقول في كتابه العزيز خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. يا رب بس اكون قلت الآية صح، ما يكونش ذاكرتي خانتني يعني. فيعني احنا يعني طول ما فينا نفس وطول ما فينا عمر، عايشين فرصة، ربنا بيدينا فرصة، كل دقيقة في عمرك فرصة. طبعا محدش فينا ضامن عمره، انما الناس اللي دخلت القبر دي ما فكرتش يعني ان في حد فيهم او كذا حد فيهم دخل فجأة، كان قاعد بيتكلم معايا ومعاك كده وفجأة راح، فجأة راح. اتمنى بس يكون موضوع النهارده يكون عجبكم. زي ما انتم شايفين يا بنات، انا جبت بتنجان، البتنجان المفروض يكون كله حجم واحد، بس بقى ايه، اللي جابه كان زوج يعني، ربنا يبارك له يعني، فما لقاش غير الاحجام المختلفه دي، فقلت يلا مش مشكله هعمله مخلل. شلت بقى اللي هي الورده البيضاء الخضراء اللي هي عليه من فوق دي بايدي. تمام. ما تعملهاش كده، ما تقطعهاش بالسكينه، لان انت لو قطعتها بالسكينه هينفش ويشرب ميه. حطيت حل على النار وما فتحتهاش يا بنات، مقفوله كده زي ما هي. حطيت حل على النار، غليت ميه، وبعد كده حطيت عليها نص معلقه صغيره من البابريكا عشان تديها لون، او ممكن لو عندك بتاع ده اللي هو الشمندر، او مش عارفه اسمه يعني الشمندر او مش فاكره صراحه اسمه ايه، بس انا فاكره ان هو اسمه شمندر. تمام. هتسيبيه فيه برضو، هيديله لون حلو، يديله يعني طعم برضو جميل. تمام. بعد كده هتنزلي فيه البتنجان وتقلبيه كده، طبعا بتنجان خفيف فهيطلع على الوش. بعد كده يعني ايه، هتجيبي طبق او غطا تغطي بيه علشان البتنجان كله يتسلق سلقة واحدة، ما تزوديش عن 7 دقايق. طيب اعرف ازاي ان البتنجان بتاعي تمام علشان ما يتهراش؟ هتبتدي تجيبي البتنجانة، هتحسي انها تضيف يعني تتك عليها بايدك كده، هتحسي انها طرية، وفي نفس الوقت لما تيجي تفتحيها بالسكينة كده هتعرفي ان هي آه بتدخل بسهولة برضو. تمام. بصوا بقى، عشان اول ما بنفتح كده بالسكينة شايفين شكلها عامل ازاي، بيضة من جوه، انما لو فتحناها وسلقناها كده لا هتسود. تمام. شايفين شكلها عامل ازاي. الجزر بقى يا بنات قطعناه وكمان سبته، حطيت عليه ملح وحطيت عليه هريسة شطة. تمام. وقلبته كده، انا عايزاه يسرد ميه كده منه في نفسه، وكمان جبت عليه فلفل اخضر حامي بقى على بارد، وقلبته. كل مره بقطع الفلفل ده طرنشات او دواير صغيره كده، بس ايه حبيت اعمله زي ما هو كده لانه صغير يعني مش كبير، وهسيبه كده يسرد ميته. الطريقه دي تحفه بجد. تمام. نيجي بقى البتنجان، طبعا مش هقدر اقطعه ولا اعمله بالسكينه زي ما انتوا شفتوا كده غير لما يبرد تماما، والا هيتهري مني. التتبيله بقى بتاعت البتنجان ايه يا بنات؟ ده توم اللي احنا عاملينه مع بعض، اللي هو العيدان الخضراء بتاعت التوم، مش التوم نفسه. انا عايزه اقول لكم انه طعمه خطير، اللي احنا عملناه في فيديو تفريز التوم. جبته وكمان حطيت عليه نص ليمونه وشويه ملح صغيرين، وكمون على شطه وشويه هريسه شطه وشويه خل بسيط. ليه انا قللت فيه التتبيله يا بنات؟ هقول لكم، علشان انا كان عندي كنت مخلله يعني بتنجان قبل كده، والميه بتاعته لسه موجوده، ميه التخليل لسه موجوده وفيها تتبيله، فانا زودت من ميه التتبيله اللي هي ميه تقيله اصلا فيها من تتبيله التوم دي، على التتبيله الجديده اللي انا لسه عاملاها، وابتدي احشي بيها البتنجان. شايفين؟ عايزه اقول لكم الريحه بجد خطيره، وكمان تكه التوم اللي احنا عاملينها دي ريحتني ان انا اقعد اقشر بقى توم وكده. العروق الخضرة دي عايزه اقول لكم عامله ريحه وطعم في البتنجان خطير. ممكن تاكليه كده، يعني في ناس بتحب تاكله زي ما هو كده. تمام. وفي ناس انا بحب يعني ايه اكله بعد يومين 3 كده،
عايزه اقول لكم الريحه خطيره بجد بجد، ريحتها تفتح النفس. وكمان بصوا عايزه اوريكم بقى الفلفل والجزر والملح والحاجه دي، والشطه نزلت ميتها. هبتدي الاول كده ايه، اعبي البتنجان بتاعي. طبعا الميه دي ميه دايره. يعني ايه ميه دايره؟ يعني الميه دي تخلل فيها بتنجان قبل كده، فانا لو حطيت فيها يعني بتنجان تاني مش هياخد وقت، لان الميه دارت قبل كده. تمام. العلبه اللي انا كنت مخلله فيها دي يا بنات تمام وحلوه وزي الفل، بس العلبه نفسها لقيت فيها وقعت مني، فلقيت فيها حته يعني ايه، اتكسرت شويه. فقلت لا مش هينفع اخلل فيها لان هيدخل لها هوا وهتبوظ الوصفه بتاعتي. فحطيتها في برطمان تاني بقى مش مشكله، وهبتدي ازود من الميه بتاعه التخليل القديمه. كنت حاطه فيها برضو قشر ليمون، وكنت حاطه فيها معلقه من الزيت على وش الحاجه كده. فانا مش هحط تاني، مش هحط زيت تاني ومش هحط ليمون تاني، هكتفي بالليمون القديم. وهبتدي ارج كده البرطمان واحده واحده كده علشان الميه تنزل لحد تحت. هركنها كده على الرخامة يا بنات. شايفين بقى؟ شايفين تحفة بجد. ريحة البتنجان خطيرة. وكمان عندي هنا الجزر بالفلفل اهو، هبتدي اعبيه كده. عبيته اهو واحدة واحدة. واما اجي اعبي يا بنات يعني ايه، ما اضغطش قوي يعني ما اكتمهاش قوي، عشان لما اجي اعمل له محلول التخليل ما يبقاش المية تعرف تنزل لحد تحت. تمام. يعني اهز كده في البرطمان عشان الحاجة تنزل لتحت. عملت بقى ايه محلول التخليل، مية ما تكونش سخنة وما تكونش يعني ايه مغلية. يعني عايزة تغليها وتبرديها براحتك. انا جايبة مية من الفلتر يعني عادي او من الحنفية مفيش مشكلة. حطيت عليها معلقتين ملح، وحطيت عليها شوية من الشطة لان انا مملحة سايبة يعني من الملح شوية، مملحة الفلفل والجزر. تمام. لما عملنا الفلفل والجزر وحطينا عليه شطة وملح، انا ايه ما حطيتش كمية الملح او مقدار الملح كله. تمام. حطيت شوية في المية. شايفين يا بنات؟ جبت بقى غطا او اي حاجة بقى لون يعني بلاستيك كده، وكتمت بيها البرطمان، وسبت شوية مية برضو من على الوش كده. تمام. علشان البتنجان بتاعي ما يعملش الطبقة البيضة. مش عارفة معلقة مع البتنجان ليه، علشان ما يعملش الطبقة البيضة. اتمنى يعجبكم، متنسوش اللايك، والسلام عليكم.